يبقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين اللي هم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني ايه؟ بيخليهم ما يعملوش أخطاء، يخليهم ناس نظيفة. يعني اللي ما بيعملش أخطاء ده بيبقى نظيف. اي واحد بيعمل خطأ بيتوسخ على حسب الخطأ. ممكن مثلا زي واحد مثلا ايه يجي يمسك مثلا البوهية ويعك هدومه، فهو يعني لو عك هدومه كلها يبقى هو ايه؟ هيبقى كله بوهي. لو عك حتة صغيرة يبقى حتة صغيرة بوهي. فهو نفس الكلام، اللي بيعمل اخطاء ممكن يعمل خطأ صغير، يعمل حتة غلطة صغيرة كده تتعمل ايه؟ عدم نظافة في الحتة الصغيرة دي، ممكن يخلي جسمه كله مش نظيف. فهو الرسول بقى جه ايه؟ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، يعلمهم الايه؟ القرآن، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة، الحكمة اللي هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني في ايه قبل ما الرسول اهو بيقول ايه؟ الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي السنة اللي هي افعال الرسول. الرسول عنده حاجة اسمها اقوال وافعال واقرار. يعني مثلا واحد من الصحابة جه عمل حاجة صح يوافقوا عليه، يبقى كده اقر السنة، يبقى دي حكمة. جه مثلا هو قال لهم افعلوا كذا، يبقى دي حكمة. ما تفعلوش كذا، دي حكمة. ويعمل بنفسه. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لا 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 ابلعها دي. هاد انا كنت عمال ادور عليها. ماشي. وإن خليك معايا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل الرسول ايه؟ ضلوا. يعني الصحابة معظم الصحابة كانوا ماشيين غلط قبل الرسول. أول ما الرسول جه وعلمهم مشيوا صح، بعد ما كانوا بيمشوا غلط مشيوا صح. هغير حياتهم، خلاهم عظماء، وخلى الناس كلها حبوهم، وفي الآخر هم اللي حكم. يعني كان في أيامهم كان في دولتين كبار اسمهم الفرس والروم. الرسول الصحابة من كتر ما كانوا أطهار وعظمة غلبوا الفرس والروم، وهم اللي حكموا العالم. الصحابة هم اللي كانوا. يعني احنا دلوقتي احنا اللي بنتحكم، المسلمين ما بيحكموش دلوقتي. هو مثلا بنحكم في الدولة، بس ايه؟ بيتحكموا فينا من بره. تلاقي الدولار بتاع امريكا يغلى، احنا نقل. فهو كده. واخرين منهم لما يلحقوا بهم. واخرين اللي هم ايه؟ اللي هو احنا. مش لاقيه فردة الشباب التانية اللي ما لقيتهاش. فردة دي خدي يا مريم تعالي انت تسمعي كل لك معلقه. انا برضه ايه ده؟ واخرين منهم من الاعاجم. من الاعاجم برضو. يعني في قبل ما بعد ما الصحابة ماتوا في ناس اصلا ما كانوش مسلمين، بسم الله. بعد كده بيهم ايه؟ بسم الله. قولي يا مريم بسم الله تعالي لك معلقه. بعد كده بقوا مسلمين. خدي يا مريم. مريم غيري رأيك قبل ما تمشي. الحلة هو يقول لك انت عماله تدي ولا لا؟ وهو العزيز الحكيم، عزيز أعز المسلمين. حتى دلوقتي تلاقي الناس ايه؟ علشان ما بيسمعوش كلام سيدنا محمد والقرآن زلوا. دلوقتي العالم دلوقتي التليفون ده، احنا اصلا اللي بدعنا ايه؟ فكرة التليفون زمان، بس بعد كده هم اللي اخترعوا التليفون هم اللي مش مسلمين.
هتلاقي مش مسلمين هم اللي عملوا التليفون، وهم اللي عملوا الطيارة، وهم اللي عملوا السفينة، وهم اللي عملوا العربية. احنا بس بنشتري ما بنصنعش، فدليل ان احنا ما بنصنعش ده دليل تخلف لينا. ايوه التليفون ده ما حدش يعرف يصنعه هنا. خلاص مريم مش عايزة، هي مريم مش عايزة الدبو. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ايه الفضل ده بتاع ربنا ده؟ يعني ايه فضل الإسلام؟ ان في ربنا ممكن يخلي واحد مسلم ويخلي واحد مش مسلم، فهو ده فضل من عند ربنا ان هو يهدي. يعني الواحد يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، ان ربنا خلقنا مسلمين. في ناس تاني ربنا ما خلقهم مش مسلمين، يعني هم بيتولدوا مسلمين وابوه هو اللي خلاه ايه مش مسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة. عارفة التوراة اللي هي ايه؟ اسكت ما تتكلميش. عارفاها؟ لا بس اللي حمل التوراة سيدنا موسى. هي لا، ما هي حملوا التوراة، ما هي التوراة دي زي القرآن كده بتاع سيدنا موسى. يعني قرآن سيدنا موسى اسمه ايه؟ التوراة. فهو ربنا بيقول اللي ما حملوا، فهو ربنا بيضرب لنا مثل، بيقول لنا اوعوا تكونوا زيهم. يعني ربنا ادالهم القرآن اللي هو التوراة حملوها، فهو ربنا بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني هم ربنا فرض عليهم القرآن التوراة وتنازلوا عنها، ما بقوش يسألوا فيها. فربنا بيقول لهم اللي يعمل كده زي الحمار يحمل أسفار. يعني انت الحمار لما بيجي مثلا نحطه فوق كتب، الحمار لما فوق الكتب هو فاهم اللي وراه ده ايه؟ هو شايل الكتب وخلاص، ما يعرفش الكتب دي ايه ولا يعرف اللي جواها ايه. فهو ربنا بيقول لنا ما تبقاش كده، ان احنا عندنا يعني احنا لما حملناها مش نسيبها ونمشي مش عارفين هي ايه، نحملها وبس، نعمل بيها، ناخدها ونستفاد منها ونقرا. ايوه يعني مش نسيبها وخلاص نستفاد من القرآن والسنة. فربنا بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم التوراة أهل سيدنا موسى اللي هم بني إسرائيل. بني إسرائيل عملوا إيه؟ كذبوا التوراة. زي ما دلوقتي ناس سيدنا موسى كان بني إسرائيل. هو سيدنا موسى من نسل سيدنا يعقوب. أي حد من نسل سيدنا يعقوب اسمه إيه؟ بني إسرائيل، تبع بني إسرائيل. إحنا مش من نسل سيدنا يعقوب، إحنا من نسل سيدنا إسماعيل. محمد عايز تاخدها بصفة ده لو إحنا أصلا، يعني إحنا مصر أصلا ما كانتش مسلمة زمان. إحنا إيه؟ إحنا ما كناش اتولدنا أصلا. ده زمان إمتى؟ أيام الصحابة، يعني من حوالي 1000 سنة. من 1000 سنة مصر دي ما كانتش مسلمة. من 1300 سنة كمان مصر دي ما كانتش مسلمة. فالناس لما دخل سيدنا عمرو بن العاص هنا في مصر والناس لقيت الإسلام حلو دخلوا الإسلام. فاحنا مسلمين ايه ببركة سيدنا عمرو بن العاص ان هو ايه دخل مصر. فهو احنا من ناحية الدين تبع ايه سيدنا إسماعيل. لكن هل احنا اصلا من نسل سيدنا إسماعيل او يعقوب؟ دي بتحتاج بقى ناس حد متخصص في الانساب، يعني بيعرف في الانساب. يعني مثلا يجي يقول لك فلان ده انا عارفه، ده ابن فلان وابوه فلان وجده فلان فاهمه؟ نفس الكلام. يعني مثلا يجي يقول لك مثلا مين مثلا احمد بدوي. احمد بدوي ده مثلا ابوه بدوي. ايوه ابو بدوي انا عارف ابوه، ده ابوه عبد الله اللي هو كان قاعد هنا، فاهمه؟ فهو ده اسمه حاجه اسمها انساب.
الأنساب دي في واحد بقى بيبقى اسمه عالم بالأنساب. عالم بالأنساب يعني يعرف فلان ده ابن مين ويعرف فلان ده ابن مين، يعني يلف في فنارة كده يعرف كل واحد فيها تبع مين. اسمه نسابة. ماشي. فهو ربنا بقى بيقول لهم ان انتوا يعني القرآن يعني خليكوا ايه، ما تعملوش زي بني اسرائيل حملوا التوراة وايه وما كذبوا ورفضوا اللي فيها. فربنا بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين اللي هم ايه، ظلموا نفسهم. يعني ربنا ادالك قرآن، ربنا ادالك سنة، طبق اللي فيه، اتعلم، ابحث فيه، اتعلم اللي فيه. مش ما تقول يبقاش- يا لا، في ناس بتلاقيها ايه بنتي يا مريم، معرضة. مريم ما تفترق بنمشي. خلت الجعانة كانت توصل اهو. معلش يا ابراهيم، انا ما كنتش قصدك. جبت ازاي؟ في دماغه. كمان ماشي. فهو ربنا بيقول ان في ناس يعني عندها القرآن يعني دلوقتي في ناس يعني مثلا في الدكتور محمود شرح القرآن ده زي ما انا بشرحه لك، شرحه كله. فتيجي تسمعي بقى للقرآن، شرح سورة البقرة، شرح كله البقرة وكله خلصه كله. وشرح السنة، هو شرح كتاب صحيح البخاري. فيجي مثلا المفروض الواحد يجي ايه يقول انا اسمع الحاجات دي، اتعلم ايه الرسول كان بيعمل ايه والصحابة كانوا عايشين ازاي والمواقف بتاعة القرآن الكريم وتفسير القرآن نفسه. الحاجات دي فيها ايه، لذة وطعم حلو وحياة سعيدة. فالحاجات دي ايه مفيدة. فربنا بيقول بقى والله لا يهدي القوم الظالمين. القوم الظالمين اللي هم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا، هنا الظالمين. ماشي. ده ايه الزلومة الجديدة دي ولا ايه؟ ماشي. فربنا بيقول والله لا يهدي القوم الظالمين اللي هم ايه؟ في سورة الفيل اللي فيها متشابه. بص الفيل، بص ها سورة الفيل اللي فيها اللي فيها ايه، اللي فيها متشابه. يعني ايه متشابه؟ يعني فيها آيات متشابهة. لا. قولي يا سيدي، قولي وخلاص. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مالهم؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. النهاية واحدة، النهاية آخرها لام. طب ماشي، طب ما في القرآن كده. بس بقى القرآن مش كله كده. يعني الشعر تلاقي من أوله لآخره نفس الحرف، لكن القرآن ممكن تلاقي مثلا هنا، يعني هنا الحكيم بعدها المبين، بعدها الحكيم، بعدها العليم، بعد كده الظالمين النون، يعني ميم نون ميم ميم نون 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 نون. فهو ساعات يعني هنا مثلا هنا آخرها يه نون، آخرها يه نون، آخرها واو نون، آخرها واو نون، آخرها واو نون، آخرها ايه يه نون. فالقرآن فيه السجع والجمال ده، بس مش على طول بقى عشان ما يبقاش في ملل، في اختلاف. يعني الاختلاف ده برضو ايه حلو. بس الفيل آخرها كله ليه؟ ايه؟ سورة الفيل آخرها كله عشان صغيرة. صغنونة. هي كم آية؟ خلينا بس في اللي هنا.
فربنا بيقول والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ايه الظالمين؟ اللي هم ظلموا نفسهم. بس يا ابني الظالمين اللي هم ظلموا نفسهم وايه وما سمعوش كلام سيدنا موسى. فبرضه ربنا بيقول لنا ما تبقوش زيهم، ما تسمعوش كلام ايه سيدنا محمد. ربنا بيقول والله لا يهدي القوم الظالمين. اللي مش هيسمع كلام سيدنا محمد ربنا مش هيهديه. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا ايها الذين هادوا اللي هم اليهود اللي هم اتباع سيدنا موسى، اللي هم اهل التوراة. قل يا ايها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهو بيقول لليهود انتوا ما سمعتوش كلام ايه سيدنا موسى. لو انتوا بجد مش سامعين، لو انتم وغير كده هم ما بيسمعوش كلام سيدنا موسى وبيقولوا احنا كويسين وربنا بيحبنا. فربنا بيقول لهم لو انتوا أولياء لله وربنا بيحبكوا صح اتمنوا الموت. ليه؟ مش هيتمنوه. هو معنى ان هو يتمنى الموت ان هو هيقابل ربنا. هو لو ربنا بيحبه هيتمنى ايه يقابل ربنا. لكن لو ربنا ما بيحبوش يبقى ايه مش هيتمنى. فهو ربنا بيقول لهم بقى رقم كام؟ هي آخرها كام؟ احنا في رقم 6. فربنا بيقول لهم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني دايما يعني هم يا ابن اسمع آخرها 11. يعني انت ربنا بيقول لهم لو انتوا يعني انا مثلا دلوقتي واحد سمع كلام سيدنا موسى، لما يجي هيقول يا رب انا نفسي اموت عشان اقابلك واخش الجنه عشان انا سمعت كلام سيدنا موسى. فهم ما سمعوش كلام سيدنا موسى اليهود، فعمرهم ايه يا رب موتنا. فهو ايه ربنا بيقول لهم اهو لو انتوا صح اولياء لله وربنا بيحبكم اتمنوا الموت. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الايه الموت ان كنتم صادقين. لو انتوا صادقين اتمنوا الموت. فربنا بيقول ايه ولا يتمنونه ابدا. عمرهم ما بيتمنوا الموت. ليه؟ عارفين ان هم غلط. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. يعني هم اصلا ايديهم يعني اليهود دول قتلوا سيدنا يحيى. هم اعداء الرسل اليهود دول. يعني ربنا بيقول ففريقا كذبتم وفريقا ايه تقتلون. يعني دايما معظم الانبياء عند بني اسرائيل بعد سيدنا موسى يا اما حاولوا يقتلوهم يا اما قتلوهم يا اما كذبوهم. يعني سيدنا عيسى جم يقتلوه ربنا رفعه عنهم، ما قدروش يقتلوه. لكن اللي هو اتولد في نفس سنه اتقتل يحيى. هو سيدنا زكريا ربنا بشره بايه بيحيى، وجي بشر في نفس الوقت بشر سيدنا مريم بايه بعيسى. سيدنا عيسى ما اتقتلش وسيدنا يحيى ايه اتقتل واتقطعت رقبته خالص. بالقطع اليهود فربنا بيقول ايه ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. بما قدمت ايديهم من اجرام، ان هم كانوا مجرمين فاجرامهم ربنا مش هيخليهم ابدا يبقوا مسلمين. ما تبداش ابويا بص. نعم احنا عندنا حاجات احسن كده منك انت. لا زي ايه هيعمل كده زي ايه يا حمو؟ قبل كده لما قلت له دي الحاجه اللي قلتها له عمل كده. لا بيقول لك لا انا مش عايز، انت ما عندكش احسن مني. انا عندي الزوج ماشي. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. يعني ألف أول رقم 5 والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الآية دي قال والله عليم بالظالمين.
يعني ربنا ما بيهديش الظالمين ليه؟ عشان عارفهم. والله عليم بالظالمين. انت رايحين بتاع قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني بيقول لليهود انتوا بتهربوا من الموت ومش عايزينه، هيقابلكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يعني بعد كده هتقابلوا ربنا اللي انتوا اصلا مش كافرين بيه ومش ونفسكم ما تقابلوهوش. فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني ربنا اصلا عليم باللي انتوا بتعملوه، هيخليكم تموتوا وهيقابلكم وهيقول لكم ادي اللي انتوا عملتوه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يعني لو ربنا بيقول لما الاذان يقدم بتاع يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله، روحوا لربنا وللجوامع وذروا البيع، سيبوا البيع، محدش يبيع، اللي فاتح دكان يقفله ويخش الجامع. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو انتوا فاهمين صح هتعرفوا ان الجامع احسن لكم من البيع والشراء. فاذا قضيتم الصلاة، يعني خلاص صليتوا، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يعني يعني انتوا خلصتوا الصلاة، انتشروا، كل واحد يروح في مكان ويبتغي من فضل الله. يعني اللي فاتح اللي عنده دكان وقفله خلاص يروح يفتحه، اللي عنده محل وقفله يروحوا يفتحوا ويطلبوا الرزق من ربنا. واذكروا الله كثيرا، اذكروا ربنا كتير لعلكم تفلحون. يعني مش معنى ان انتوا طلعتوا من الجامع ان انتوا ما تذكروش ربنا، لا، حتى وانتوا في المحلات شغالين او في شغل شغالين اذكروا ربنا برضو. الواحد يقول سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. يقول الاذكار بتاعت سيدنا محمد، يقول استغفر الله العظيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول انا كنت والله استغفروا فاني استغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. يعني في اكثر من 70 مرة رب الرسول بيقول يا رب استغفر الله العظيم في اليوم اكثر من 70 مرة، وفي رواية اكثر من 100 مرة. فدايما الواحد على طول يبقى متعلق بربنا. مفيش حد يسيب ربنا وينساه. مثلا هتلعبوا مثلا شوية، هتشتغلوا شوية، هتناموا شوية، بس خلي بالكوا ما تنسوش. يعني خليكم تابعين على طول ذكر لله ليل نهار. حتى سيدنا ابراهيم بيقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني طول ما انا حي وطول ما انا ميت كل حاجة لله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا. انت قلت لي سيدنا إبراهيم قبل كده تقول له سورة الكرسي أو قبل ما تنام. مين اللي قال كده؟ انت قلت لي مش عارفة مين بس. أبو هريرة. أبو هريرة لما الراجل جه يعبي حرامي. أي حرامي. مش قبل كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو هريرة في قمح ودقيق ورز وحاجات كده موجودة هنا في مكان، خلي بالك منها واحرسها. لما جه الشيطان هي دي، ما هو الشيطان اللي مسكه وقال له لما تقرأ آية الكرسي وانت نايم هيفضل عليك حارس لغاية ما تصحى، حارس ملك يعني يحرسك من الشياطين. يعني اللي يقرأ آية الكرسي قبل ما ينام يفضل ملك قاعد واقف كده يحرسه طول الليل لغاية ما يصحى. أصلا ده كان بيكلم أنا مش عارف. أيوة. فربنا بيقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني الصحابة كان بيحصل منهم الحاجات دي في الأول، بس بعد كده اتعلموا. يعني هم الأول كان في صحابة ماشيين غلط كتير، بعد كده بدأوا يتعلموا شوية شوية. حتى ربنا عاتب الصحابة قال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا،
يعني لو لقيوا تجارة أو لعب انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعني ده الرسول كان يفضل يصلي، أول ما يلاقوا بيع وشراء الصحابة يسيبوه يمشوا ويسيبوه هو واقف لوحده. أهو يقول النبي محمد: وتركوك يا محمد قائما على المنبر، وذلك أن التجارة التي رأوها فانفض القوم إليها. وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما كانت زيتا قدم به دحية بن خليفة من الشام. يعني سيدنا دحية بن سيدنا دحية بن خليفة ده، دحية بن خليفة الكلب ده اسمه دحية ابن خليفة الكلبي، هو اسمه كده. سيدنا دحية ده كان سيدنا جبريل لما بيجي في صورته من كتر ما جميل، يعني يبقى دحية تشوفيه وهو مش دحية، ده سيدنا جبريل، بس هو كان دايما يجي في صورته عشان سيدنا دحية ده كان جميل، فكان سيدنا جبريل على طول ينزل في صورته. يعني يبقى سيدنا دحية ماشي هو مش دحية، ده اللي سيدنا جبريل. فهو سيدنا دحية ده بقى ايه، كان جايب زيت منين؟ من سوريا، من الشام. هو الرسول كان بيخطب وعرفوا ان دحية جايب زيت وحاجات واكل وشرب وكده. اول ما سمعوا ان دحية بره مع الزيت والاكل والشرب سابوا الرسول وراحوا للزيت والاكل والشرب. اهو رب. وتركوا النبي قائما كان زيتا قدم به دحية بن خليفة من الشام. يعني زيت جايبه سيدنا دحية، وايه اول ما عرفوا ان دحية جاب الزيت بره سابوا الجامع وسابوا الرسول اللي واقف لوحده وراحوا ايه ياخدوا منه. بس الرسول ما راح يا بت، هم سابوا الرسول، يعني سابوا ذكر ربنا وسابوا كلام الرسول وراحوا للدنيا. ما هو الزيت ده الزيت والاكل والشرب والفلوس والحاجات دي كلها تبع الدنيا. فالرسول ما كانش دايما بيفكر في الدنيا، لكن الصحابة بيفكروا في الدنيا. فأول ما سيدنا دحية جاب حاجات من سوريا راح جه سابوا الرسول وراحوا للحاجات. فهو ربنا بيقول لهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فربنا بيقول لهم ايه؟ بيقول لسيدنا محمد: كل، يعني قول لهم ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعني انتوا سايبين سيدنا محمد وماشيين؟ لا، ده ايه اللي عند ربنا احسن. يعني انتوا لو فضلتوا، يعني هم لو كانوا قعدوا ومع سيدنا محمد وسابوا الزيت ما راحوش لسيدنا دحية وهو جاي، ربنا يوم القيامة وفي الجنة هيديهم حاجات احسن من كده. فهو ربنا بيقول لهم ايه؟ ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهو ربنا هيرزقكم، يعني انتوا ايه، حتى الصحابة دول كلهم هيدخلوا الجنة. ايه، سمعوا كلام سيدنا محمد. الاول كان مثلا يلاقوا زيت يسيبوا الرسول ويمشي، بس بعد كده ايه، بطلوا ومشوا صح. بقى الرسول يقعد يحكي لهم. يعني مرة الرسول عليه الصلاة والسلام قعد يحكي لهم، صلى الفجر بيهم وقعد يكلمهم في الدين ويخطبهم ويكلمهم لغاية الظهر، من الفجر للظهر. وبعد كده راح جاي صلى الظهر قعد يكلمهم لغاية العصر، وبعد كده صلى العصر، وبعد كده قعد يكلمهم لغاية المغرب وصلى المغرب، وبعد يكلمهم لغاية العشاء وصلى العشاء. فالصحابة خلاص هم بعد ما عرفوا الغلط من الصح التزموا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يلا إلى اللقاء. يبقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين اللي هم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني ايه، بيخليهم ما يعملوش أخطاء، يخليهم ناس نظيفة.
يعني اللي ما بيعملش اخطاء ده بيبقى نظيف. اي واحد بيعمل خطأ بيتوسخ على حسب الخطأ. ممكن مثلا زي واحد مثلا ايه يجي يمسك